ومعظم السلبيات التي رصدت على المسلسل انه ركز جدا على حسنات الملك فاروق. 25 حلقة من المسلسل كانوا بيتكلموا عن فترة من أزهى عصوره، والفترة السيئة في عصره يمكن في 5-6 حلقات في الآخر. يعني كان في قصد تهميشي للفترة السوداء في عصر الملك فاروق. ما بعتقد لهالدرجة والله يا أستاذ تامر. يعني المسلسل كان من الحلقة الأولى هو خليط لمجموعة من التفاصيل بشخصية هذا الملك يلي يعني كان نايم وفاق لقى حاله ملك مصر والسودان. يعني مو ملك مش بلد جزيرة، واحد، ملك مصر والسودان ودارفور، هيك يمكن كانت تنقال. كانت ولاية صحيح. اي فيعني مو جزيرة، مو شغلة بسيطة. ويعني بيزيد مثل ما بيقولوا العرس طبلا انه تحت احتلال انجليزي، تحت كذا. فزائد التنشئة اللي هو نشأ من قسوة الاب يعني اللي تركت اثار سلبية عليه. كلها هي يعني عم تحطك امام تنشئة لملك غير مؤهل يعني صحيح. بالواقع. وكمان مسار الاحداث بيورجيك يعني التذبذب بشخصيته. يعني بيسمع كلمه من حسنين باشا بيقول له طيب اوكي حاضر، بيسمع كلمه من علي ماهر بيقول ليش لا ما ساوي هيك. ما قادر على انه يحكم. الناس يعني كانت اول مره بتشوف بظن صوره ايجابيه عن الشق الانساني بحياه صحيح. فاروق. فلذلك من هون اجى شوي الاستغراب على ما اظن. الاستغراب شوي من انه هذا لطيف، بيحب اخته، بيحب امه، بيمزح، بيلبس حلو. فيعني لقيت الناس انه مستغربه وحسبتها ان هي يعني مفاجاه من المفاجات المقصوده. صحيح. يعني هي فانا ما بظن، انا بختلف والله معهم بالراي. كان في سلبيات واضحه وكثيره. انت بتتفق ان الملك فاروق الحقيقي مش المسلسل ظلم الى في انا بقول التنشئة؟ انه يعني غيب جانب، يعني غيب جانب من حياته الانسانيه. يعني كتبته الدكتورة لميس جابر وهي أدرى منا وبحثت بشكل أكبر منا وتفصيلي أكثر منا. وعندها يعني كان كل الإجابات على حتى أحاسيسنا نحن. يعني كمان نحن استقبلنا صورة الملك فاروق مثل ما استقبلوها كل العرب. يعني بسوريا بنعرف أنه ملك فاسد سيء، نسوان، خمر، اللي بدك إياه. كان عندها يعني كل المفاسد. الاساند والادله الدكتوره نميس بان هي يعني عم تكتب الوثيقه التاريخيه تحديدا مما يخص الشان الانساني للملك فاروق. قبل ما اخد التليفونات مرة تانية، الملك فاروق حتى بعد ما كبر تعتبره طفل كبير؟ بعتقد انه يعني يمكن ما عاد طفل كبير، بس ضل في بداخل الملك فاروق عدم المقدره على اتخاذ القرار. يعني انا ضل كنت بشوف بداخله ضعف. في المشاهد اللي تابعناها في المسلسل لما بتبقى لوحدك كل الاحاسيس والانفعالات الطفوليه كانت بتظهر، مش بتظهر، كانت بتنفجر. فمعناها انه لان هو ما عادش، مش هقول طفولته بس ما عادش فتره شبابه على الاقل. ده طبعا. واحد ما خرجش من القصر، سافر رجع قالوا له انت بقيت ملك. تمام. فما تمام. عادش حاجه، ما عندوش تراكم خبرات حتى. بالضبط. ما اتخانقش، ما لعبش، ما اتفسحش، لا ما... الحياة الاجتماعية كانت صفر. يعني كان المخرج الوحيد هو السلالم الخلفية والشبابيك باتجاه الشمال الشرقية صحيح. والسفرجية والبوابين وتبع الكهرباء وتبع الكلاب، وهدول اللي بقوا أصحابه. يعني بتعرف الصحبة وتأثيرها. يعني ما ممكن هيك صحبة تنشئ ملك. صح هذا عداك عن أنه دخل بالملك فجأة ودخل على يعني معتركات سياسية، يعني في حالة من الحراك النيابي كان بوقته، وحالة يعني من الاحتلال، والسفير الانجليزي يعني كان ناشف وصلب ضده. يعني ما كان في مهيئات بقصد ل انك انت كانش في تنتظر عوامل مساعده. ملك متماسك. صحيح. كان مهزوز. كان مهزوز. والحقيقه حد امبارح بنوع من الطرافه قال لي ما هو طبيعي لازم انتوا بتعيبوا عليه انه يكون له علاقات نسائيه، ما هو ملك وابو الرجاله، فيعني ده حاجه كويسه. لو ما كانش له كان ده يبقى الغريب. طبعا. حتى وهي الناحيه يعني يعني انا قريت هيك، والدكتوره لميس يعني بظن بتوافقني انه حتى هي شوي زيد عليها قصه العلاقات النسائيه. كان هو بالحدود الطبيعيه، يعني انه يعني زادوا شوي قصه المغامرات النسائيه حوله. زادوا بقصه الشرب مع النسوان والى اخره. يعني ما كانت موجوده. السلبيات كانت بمناطق اخرى، مناطق بتخص الحكومه. تمام. سهام، ازيك يا سهام؟ اهلا مستر تامر، ازيك؟ اهلا وسهلا بيك، ازيك انت؟ الحمد لله كويسه. انا
بقول لحضرتك ميرسي جدا جدا على البرنامج بتاعك وعلى الفنان العظيم اللي انت استضيفته النهارده. ميرسي لي هو ان هو لبى دعوتنا. الله يخليك. اهلا. اهلا ازيك؟ وسهلا فيكي. ميرسي جدا على المسلسل بتاعك، بجد انا بتابعه يوميا وفي الاعاده كمان، يعني انا حبيت المسلسل علشانك وعلشان الملك فاروق الله وعلشان يخليك. المشاهد بتاعتك انت ووفاء عامر لما كنت بتعاتب مامتك، بالذات المشهد ده فظيع جدا جدا. تمام فيا ريت تسلمي، يعني وعملت الواحد فيه يتمنى لك مجهود نجاحات دائما. الله على يخليكي. ميرسي يا سهام خالد. انصفني يا بخيت. ايوه تامر. ازيك يا بخيت؟ الله يخليك. أهلاً انا بقول لك وسهلاً. اهلا يا تامر عشان ما تزعلش. اهلا من قلبك. من قلبي اهلا بامانه. وسهلا. ربنا يخليك يا تامر. تيم نجمنا معاك. اهلا يا تايم. اهلا وسهلا فيك يا مرحبا. انت منور مصر بصراحه. منوره باهلها وناسها. احنا بنشكرك قوي على المسلسل الجميل ده. الله يخليك. أهلا ولو وسهلا. ان كان ليا سؤال للدكتوره لميس كاتبه المسلسل يعني. اه هل كل الاحداث فعلا ليها سند تاريخي، ولا الدراما بتلعب دور في انها تدخل بعض الاحداث عشان المسلسل يشتعل دراميا؟ ده سؤال رائع الحقيقه يا بخيت. تمام، سؤال حلو، وهو يعني بقدر شوي يمكن اعطي فكره عامه، ما حجاوب عن الدكتوره لميس. بس هو الكاتب بشكل عام لازم يستند على يعني وقائع دراميه اساسيه. صار هيك باللحظه الفلانيه، حصل زواج باللحظه الفلانيه، لكن الدراما هي بتنسج حوالين القصه بدون ما تضر الواقعه نفسها التاريخيه. ففي جزء دائما من خيال الكاتب، بس ما بده يضر بالوقائع التاريخيه. تماما صحيح. الوقائع التاريخيه. نعمه من القاهره. ازيك يا نعمه؟ نعمه. ايوه معاك. ازيك يا نعمه؟ مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء عامل ايه؟ النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ممكن اكلم استاذ تيم؟ اهلا طبعا. وسهلا. مساء الخير. يسعد مساكي. ازي أهلين. حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يخليكي. اهلا الدور وسهلا. كان رائع رائع رائع. تسلمي، هذا من ذوقك. يعني انت حببتنا في الملك فاروق. الله يخليكي. مامتي معايا وعايزه اتكلمك. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ فايز. اهلا وسهلا فيكي مدام. اهلا. اولا انا من ايام الملك فاروق. يا مرحبا، الله يطول عمرك. وشفت الملك فاروق، وانت فعلا فيك شبه كبير منه، فيعني امتعتنا. الحمد لله. واهلا بيك في مصر. اهلا وسهلا فيكي، هذا من ذوقك. شكرا. يا استاذه، الملك فاروق كان كده فعلا زي ما ايوه شفناه؟ كان بالجمال ده. لا انا ما بتكلمش على الشكل، ننسى الشكل شويه لو سمحتوا، نتكلم في الموضوع. يعني هنداعب الشكل لاحقا، بس خلينا دلوقتي في السيره التاريخيه. أيوة. كان فعلا انت حضرتي الملك فاروق كان فعلا زي ما اظهرته لنا الدكتوره لميس في المسلسل، ولا في أيوة. شويه اختلافات؟ لا ايوه كده كان حاجه مش عارفه اقول لك ايه، وخلينا بقى نتكلم عن الدور، بلاش نتكلم عن الملك فاروق. امتعنا ويعني اهلا بيه في مصر. اهلا وسهلا فيكي. شكرا جزيلا، وتحياتنا لنعمه. انا مش عارف اعمل حوار كده